يا سيدي على ما حكاو ناس زمان، هادو شفارة صحاب ما تيتفارقوش، داخلين بجوج خارجين بجوج، ما كاينش النهار اللي تلقاهم فيه مفارقين. واحد النهار يا الحباب جلسوا تحت شجرة تيدوروا في عينيهم وهما تيديو يجيبوا في الكلام، وتوعدوا بيناتهم إلا تشد واحد منهم ما يبيع بالاخر واخا يوقع اللي يوقع. كانوا يا سيادي بجوج ذكيين ويدهم خفيفة، اللي حطوا عليها العين تبات ما تصبح، يسرقوا الجمال والبقر وحتى الكسيبة، وعمرهم ما تشدوا ولا حتى شكوا فيهم ناس القبيلة. وبكترت ما هما صحاب كانوا خيامهم مجاورين حدا بعضياتهم، وحتى من نسوانهم صحابات. ايوا يا الحباب، في يوم من ايامات الله اتفقوا بيناتهم باش يسرقوا عود اصيل. اش بالك نسرقوا عود التاجر فتاح؟ ايه يا صاحبي، عود واش من عود؟ ايه راه ساوي شله فلوس اصيل من الجد اللبو. ايه ولكن راه الزريبه داير ليها العسه، ومالها العسه غدا تغلبنا؟ لا، انوض يلاه نحطو عليه العين حتى نلقاو منين ندوزو ليه. وناضوا يا الحباب ومشاو قاصدين زريبة التاجر فتاح، اتخباو وبقاو حاضيينو. كل نهار يفيقوا مع الصباح يفطروا ويمشيو جهة الزريبة يجلسوا، حتى لواحد النهار اخرج التاجر راكب على عودو النزاهة في السهول والغابات. ابقاو يا الحباب عاسين عليه حتى رجع وحط العود في الزريبة ودخل خيمته. كان يا سيادي وقت الغدا، اتسلتو الشفارة كيف الثعالب ودخلوا للزريبة بلا ما يحسوا بيهم العساسة اللي كانوا مجموعين تحت الشجرة وتيتغداو. شد واحد منهم الجام الحصان والاخر ركب عليه، وبقاو غاديين خارجين به من الزريبة. وحيت العود اصيل بقى تيتنطر وصهل صهلة وحدة. سمعوا التاجر وعيط على الخادم يشوف اش واقع. القاو يا سيادي الشفارة خارجين من باب الزريبة، واحد راكب على الحصان والاخر تيجر فيه. وشدوا الشفارة شد الشفارة ترهبوا. الشفار اللي كان راكب الحصان ضربه وعطاها بجرية. بقى تابعوا صاحبو الشفار والخدم والعساسة تيجريو من وراهم، حتى شدوا الشفار اللي كان تيجري وهرب الاخر بالحصان. ها تحصلتي يا عدو الله، حصلتي. بقاو عليه بالدق، هادي الضر هادي تنفع، هادي الضر هادي تنفع، حتى كلا ما كلا طبل نهار العيد. ايوا يا الحباب، الواو عليه الحبال وساقوه حتى دخلوه عند القاضي ووقفوه وعاودوا ليه الخدم والعساسة كل ما وقع. انت قول لنا شكون داك الشفار اللي كان معاك؟ ما كان معايا حد سيدي.
أتقر وإلا ما تلوم غير راسك. ما كان معايا أحد. ما كان معايا أحد. أبقاو عليه بالفلاقة حتى طابو رجليه والو ما اعترف ليهم. أتقر شكون الشفار اللي كان معاك؟ ما كان معايا أحد سيدي، ما كان معايا أحد. ما سرقت، ما قربت لعود حد. راه نسلو عليا الباطل. انا مظلوم سيدي، انا مظلوم. هاد الشهود كلهم ظلموك. ايه سيدي ظلموني. انا غير كنت دايز من تما حتى شفت هاد القوم تيجريو ورايا باغيين يشدوني. الشفار انكر وما اعترف على صاحبه، واخا داك العصا اللي كانوا تيصبحوه وينعسوه عليها. ما خدا منه القاضي لا حق ولا باطل. ايوا يا السامعين، الشفار جلس في الحبس شلا شهور، اما صاحبه فاخد الحصان وباعه في المدينة هو والسرج واللجام، وعطاو نص الثمن لمرت صاحبه. ايوا سيري ايام وجيام، حس الشفار باللي القضية تتنات وما بقى حتى يقلب ورا الحصان. هز راسو مشى يزور صاحبه اللي في الحبس. القى يا سيادي دايرين به الحراس من كل مكان، طالقين ودنيهم وعينيهم على الكبيرة والصغيرة. دخلوه لبيت الزيارة وجلسوا هو وصاحبه، وبغى يهضر معاه، خاف لا يسمعوه الحراس ويفهموا كلامه، وبقى يدور عينيه ويشوف هنا والهيه. شوية وهو يهضر ليه على فلوس الشفرة وشحال باع العود. اكيد دايره خويا لاباس عليك؟ من الحامدين الشاكرين اخويا، الحمد لله. اغمز ليه وقال: عرفتي مول الربعة راه ب400. تيقصد يا الحباب مول 4 ديال الرجلين اللي هو الحصان، واللي باعوا ب400. وشد وطلق ب10، واللي هو الجام. عرفتي رفد وحط راه ب20، واللي هو السرج. ونص الحفلة عند مولات القصة. تيقصد يا الحباب عطى نص الفلوس لمرته. صاحبو يا الحباب فهم كلامه، ما لامو ما خطا فيه. وقبل ما يخرج صاحبه من عنده وعدو يتهلالو في الوليدات وما ينقصهم خير حتى يخرج ليهم سالم. الشفرة يا سيادي دميمة وتورت قلة القيمة، ولكن الوفا اللي في الحكاية ورات المحبة والثقة اللي في ايامنا صعيب تلقاها يا الفاهم. وهنا يا الحباب سالات حكايتي اللي مشات مع الواد وبقيت انا مع الناس الجواد.